مسيحي مصري اكتشف أمرا خطيرا وفجر مفاجأة في آخر كلامه ستقلب الموازين. اكتشف أن سيدنا آدم عليه السلام قد ذكر في القرآن 25 مرة، وكذلك المسيح ابن مريم ذكر بنفس العدد 25 مرة، وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم، وأن المسيح ابن مريم خلق من غير أب. فلو كانت نظرية ألوهية المسيح صحيحة لأنه خلق من غير أب، فمن باب أولى أن يكون آدم عليه السلام إله كذلك لأنه خلق من غير أب ولا أم كما يعتقد النصارى. والنتيجة التي خرج بها هذا المسيحي أن آدم عليه السلام والمسيح ابن مريم يتشابهان في كل شيء. هل هذا صدفة؟ بالتأكيد لا. وقال أن رسول الإسلام هو رسول من الله، لأنه كيف له أن يعلم هذه المعلومات عن سيدنا آدم وعن المسيح ابن مريم؟ ونسخ الإنجيل والتوراة في عهده لم تكن قد ترجمت إلى العربية بعد، بل ترجمت بعد وفاته بمئات السنين. فهذا يدل على أن القرآن كان المكمل للتوراة والإنجيل كما يقول المسيحي. بالمناسبة أن كل ما ذكره هذا المسيحي هو ليس بجديد على المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره للإسلام.